الحقيقة هي مقولة شائعة، بس أنا شايفاها مقولة خاطئة. المقولة بتقولك إيه؟ الفلوس بتغير النفوس. فكر فيها كده، هتلاقي إن الفلوس فعلا بتوضح حقيقة الأشخاص والنفوس، بتبين النفوس مش بتغيرها. الواحد لما بيتحط قدام اختبار فلوس، سواء بالنقص أو بالزيادة، حقيقة البني آدم ده بتوضح لك، بتبقى باينة قدامك. ممكن ربنا يديله ويفتري، وممكن ربنا يديله وسلوكياته تتحسن وتشوفه بيدي ومعطاء وخير وكريم. وممكن حد تاني ربنا يعني ايه بيحطه في اختبار نقص في الأموال زي ما بيقول، فتلاقيه يا إما سلك طريق غير صحيح، الطريق الشمال عشان يعمل فلوس، يا إما سلك طريق اليمين وصبر وحاول وسعى وثابر وثابر زي ما بيقولوا باللغة العربية، وحاول وعنده يقين في ربنا إن الدنيا هتتحسن. سواء ده أو ده بيبين لك حقيقة الأشخاص. ممكن ناس تخسر بعض عشان خاطر الفلوس، ممكن أشغال تبوظ علشان خاطر الفلوس، ممكن أزواج يسيبوا بعض علشان خاطر الفلوس، وممكن يتجوزوا بعض برضو علشان خاطر الفلوس، ممكن يقتلوا علشان خاطر الفلوس، ممكن ياخدوا ميراث حد أو ياكلوا مال حد علشان خاطر الفلوس، ممكن يستغنوا عن كل ده علشان يشتروا نفسهم بعيدا عن الفلوس، ممكن يدوا ويحاولوا ان هم يعملوا حاجة حلوة للي حواليهم ويتصدقوا ويبقوا خيرين وكرم، عشان عارفين ان الفلوس مش هي دي اللي ما بعد الفلوس. الأنفس، النية، التصرفات، الأخلاقيات، الدين، كل ده بيحكمه الشخص نفسه نفسيته ايه من جوه ايه. فهي ما بتغيرش النفوس، لا، هي بتبين الاشخاص، بتبين النفوس، بتعمل زي بتحط كده التلسكوب او حاجة بتتحط تحت الميكروسكوب كده وبتكبرها وبتوضحها، بتبين. فالفلوس لا تغير النفوس، ولكنها تظهر حقيقة النفوس. وشكرا.